بسم الله. نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا الجمال ده، بصوا الحلويات دي، بصوا الايد الصغنونة الجميلة دي، ايد حبيبي يوسف. بصوا الجمال. شوية بقى بوديفور فاخر ومن الآخر، بطريقة سهلة، ولا افتكاسات ولا حاجات كتير ولا أي حاجة، وسريع واقتصادي، ويعني متاح لكل ايد تعمله. خلاص، صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بألف هنا وشفا للي هياكل. ويلا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف مكوناتنا ايه. حاجات بسيطة جدا. انا عندي زبدة وسمنة. عايزة زبدة بس ماشي، عايزة سمنة بس ماشي، اللي انت عايزاه. عندي نص كيلو زبدة وربع كيلو سمنة، وعندي كوبايتين الا ربع سكر بودرة. خلاص كده، فيها اي حاجة؟ مفيش اي حاجة، بسيطة وسهلة. هبدأ اعمل ايه؟ هدوب السكر مع الزبدة والسمنة برضه. يعني كل اللي محتاجينه هيبقى كام؟ 750 جرام من السمن. سمن، زبدة وسمنة، اللي انت عايزاه. خلاص كده. وعندي كوبايتين الا ربع سكر. عندي 4 بيضات وعليهم صفار عشان يبقى دايب كده وناعم، وايه ولونه المصفر الجميل بتاعنا. ونحط عليهم معلقة كبيرة فانيليا، يعني بنزود فانيليا شوية، او 5 اكياس فانيليا. خلاص كده. هنلف بيضة مع الكلام ده كلته بالمضرب. عندك عجين ماشي، عندك مضرب يدوي ماشي، بس دي بتحتاج مضرب كهربائي. عشان ايه؟ بنضرب فيها كتير عشان تدوب السكر، لانها كلها سمنة وسكر، فبيحب يتضرب كويس جدا عشان ايه؟ يدوب كله مع بعض. طبعا هحط بيضة لحد ما ال5 بيضات بتوعي، 4 بيضات وصفار. خلاص ماشي، 4 بيضات كاملين وصفار. يكون البيضة وسط، يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا في العشر الاواخر من شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا، اللهم امين يا رب العالمين. واشف مرضانا وارحم موتانا وارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب يا رحمن يا رحيم. برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. احنا بكده ايه؟ خلصنا البيض. برضو هندوب واحدة واحدة كده لحد ما يختفي معانا البيض خالص. بصوا العجينة معايا بقت زي العجين بالظبط. بصوا ملمسها ناعم. ننزل بقى اللي في الجنوب كده عشان ايه؟ كله يشتغل مع بعضه. بجيب من تحت لفوق كده عشان ايه؟ يدوب كله مع بعض. خلاص. بصوا العجينة بقى ملمسها ناعم جدا، بقت حاجة كده ايه؟ تدوب في البق. هي وصلت الملمس اللي انا ايه؟ عايزاه. خلاص بنجربها كده. عندي بقى ايه؟ كيلو دقيق وعليه رشة ملح. هقلب بقى رشة الملح دي مع الدقيق، رشة ملح بسيطة مع الدقيق. وانا عندي بصوا لميت الدنيا اهي، وابدأ احط الدقيق بتاعي. ممكن تحطي نص الكمية، ممكن تحطي الكمية كلها زي ما انت عايزة. لو انت حاسة ان الدقيق مش ما تعرفوهوش لسه وهتجربيه، فتحطي ايه؟ كمية صغيرة، تحطي شوية شوية. انا عارفة الدقيق بتاعي كويس، فانا هحط الكمية كلها. ابدأ بقى الم ايه؟ انا مش بعجن، انا يا دوبك بلم الدقيق كده بالسمنة. خلاص. افضل الم بقى ايه كده من تحت لفوق، من فوق لتحت كده، واقلبها كلها لحد ما توصل بقى بالقوام ده. بصوا بقت طريه وهشه وجميله وما بتلزقش في الايد. تعرفي امتى خلاص كده وصلت للمرحله اللي انت عايزاها؟ انها تحطي ايدك عليها كده ما تلزقش. خلاص. هاخد بقى نص الكميه. خلي نص الكميه ابيض، وعايزه نص الكميه تانية ايه؟ كاكاو. عندي كاكاو خام مش بسكر. خلاص. عندي هطحنه هنخله برضو عشان بيبقى ساعات فيه تكتلات. خلاص مش عايزين تكتلات فيها عشان ايه؟ ما تبقاش محببه. انا خلت معلقه الكاكاو اهيت، حسب ما انت بتحبي لونها. انا ممكن تحبي غامق فاتح، انت براحتك بقى. خلاص. وهحط معلقه سمنه لان الكاكاو هينشف لي العجينه، فبعوضها بايه؟ بمعلقه سمنه. يعني قدام معلقه الكاكاو دي او معلقتين الكاكاو بحط معلقه سمنه عشان تبقى معايا ايه؟ تفضل طريه. النقط البيضاء اللي في العجينه دي زبده.
ماشي. الزبده كانت ناشفه جدا، وانا اول مره اجرب الطهي دي، ف هي حلوه، ريحتها جميله وحلوه، بس انا اول مره اجربها، فطبعا كله هيسيح مع النار. انا ضربتها كويس جدا والله، بس هي هتسيح مع النار. فرن جميله صراحه، انا جربتها، بس انا قلت اجرب السمنه دي لاول مره، بس ما مش عارفه، ما جاتش معايا سكه. فاحنا دايما بنتعلم مع بعض. عندك بقى مكنه بديفور، ماشي، هنشكل بقى ايه بالمكنه الاشكال اللي احنا عايزينها. عندك كيس حلواني، ماشي هنشتغل بيه، بس يعني المتاح عندك هنعمله خلاص. ادي ايه بشكل اهوت بالمكنه البديفور. ودايما الصينيه اللي هتحطي فيها ابيض تحطي فيها بني. ليه؟ لان الابيض هو اللي هيعرفك سوى البني. يعني كل صينيه كده تقسميها ما بين الابيض والبني، او تحطي فيها من ده شويه ومن ده شويه، صاج صينيه حسب ما الحاجه اللي انت هتحطي فيها. خلاص. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم احسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب. هحط بقى حته بني، عشان ايه؟ البني طبعا الارض هو لونه بني، ففي السوا مش هيبان معاكي. فايه اللي هيبينه؟ البيضه. البلفرايه البيضه هي اللي هتبين السوا. وبعدين ده بتقشي عليه الشعله من فوق، ويا دوبك بتحطيه على الفرن 180 درجه في النص، يا دوبك بياخد لون اصفر من تحت كده، او يعني سوا من تحت. خلاص كده تبقى استوت خلاص. ما بنشغلش الشوايه خالص عليه. على البلفور بالذات ما بنشغلش الشوايه. اهي. بصوا الجمال، بصوا طراوتها وجميله، وبتنزل بصوا السلاسه بتاعتها تحفه. في سمنتها كتيره ولا دقيقها كتير ولا اي حاجه. بصوا بقى الشكل الجميل بتاعي اهو. مليت الصواني اهوت، ولسه فيه بركه ربنا كتيره يعني الحمد لله اهوت. احط بقى ايه في الفرن، اسوي دول اكون اني عملت ايه غيرهم. ادي اهوت البيدفور جميل جدا. بصوا الاشكال بتاعته. عندي بقى ايه ان انا ايه هعمله الفينش بتاعه بقى. خلاص. عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته بني، طبعا عملت لهم حمام ميه تحت منهم فايه ساحوا. وعندي البرمجان الوان وبني، فهنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا بقى ايه احنا عايزين نعمل حاجه كده زي بتاع المحلات، عشان ما نحرمش الاولاد من اي حاجه، ويبقوا كانوا كل حاجه ايه وبيشوفوها قدامهم. البني بحط لها شوكولاته ايه من بره بيضه بني. والله انت دي حاجه بقى ذوقيا، ودي حاجه ايه في ايديكي انت تعمليها زي ما انت عايزه. ده ربع شوكولاته وده ربع شوكولاته، ده ابيض وده بني، وعندك ربع برمجان. عايزه بقى اي حاجه بتحبي سوداني جوز الهند، اي حاجه بتحبي تحطيها، دي حاجه براحتك. وبرده دي مش الكميه كلها، انا خليت كميه على يعني عملت شويه والباقي سبته زي ما هو. وانصحكم ان البودفور بالذات بيحب الشوكولاته ما بينه، لان الشوكولاته بتنشف، لكن المربى بتطري البودفرايه وهي طريه اصلا، فبتديها ايه رطوبه، فما بتقعدش كتير. لكن الشوكولاته بتنشف وما بتسحش بقى خلاص، هي مسكت في بعضها وما بتسحش تاني، وبتديها قوام حلو كده، وبتبقى مقرمشه وجميله. هي مقرمشه بس ناعمه، يعني البودفرايه تبص تلاقيها مقرمشه بس ناعمه. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله، وبحبكم في الله، وده الشكل النهائي. سلام.